السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله في احسن الظروف. معكم معلمه سعاد من دار المعلمه ودائما الجديد. اليوم ان شاء الله يا ربي غنبدا معكم سلسله تطبيق على الثوب. اليوم غيكون اول درس واللي غيكون جلابه مخزنيه ان شاء الله، وغيكون المخزني سامبل، المخزني العادي، لان حتى المخزني فيه بزاف الانواع. فيه المخزني السامبل، فيه كنقولوا حنا جلابه جبليه مخزنيه او جلابه جبليه. فيه اللي كنخرجوا الكميمات بالطريقه ديال التونسيه، فيه اللي كنخرجوه البياسه ديالنا عاديه ومن بعد كنركبوا لها الكمام، فيه الجلابه المخزنيه بالخراط، فيه بزاف الانواع. واليوم ان شاء الله غيكون اول درس واللي هو الجلابه المخزنيه العاديه. وقبل البنات ما نبدا معكم التطبيق على الثوب، غنخدم معكم واحد الدرس اللي هو درس مهم وفايت لي هضرت لكم عليه وما طبقناهش، اللي هو كيفاش نخرجوا القياس ديالنا اللي غنخدموا به المخزني، كيفاش نخرجوه من القياس العادي اللي خدينا الكليانه ديالنا ملي كنا كناخذوا لها القياس. يعني مثلا انت عندك القياس ديال واحد الكليانه، صيفطت لك الثوب قالت لك عمل لي جلابه مخزنيه، غتخرج هذاك القياس من القياس اللي عندك. كيفاش غنعملوا البنات؟ هذا القياس اللي غنخدم به هو هذا القياس مقسوم زايد سنتيم ديالو بالخياطه مقاد. يعني الا كنت غنخدم جلابه سامبل غنحط هذا القياس هذا غنطبقه. انا دابا غنخدم جلابه مخزنيه. شنو غنحتاج الكتف. الرقم اللي غنخدم به الكتف البنات منين غنجيبو من دوره الحوض، غنجيبو من الحوض. الرقم اللي عندي في الحوض هو اللي غنخدم به الكتف. شنو ما كان عندي الرقم عندي هنا 32، غنخدم الكتف ديالي 32. شنو ما كان عندي الرقم هنا البنات. وهذه طريقه مضمونه انك تجيب القياس مزيان وقياس يوالم مولاتو. يعني شنو ما كان كيف ما كانت السيده غيوالم القياس ديالها. الرقم اللي عندي في الحوض هو اللي غنخدم به الكتف. هذه اول نقطه، وهي راها معلومه مهمه في الحقيقه غتحتاجوها بزاف وغتسهل عليكم بزاف. ثاني حاجه التركيز عندنا جدول اللي فايت لي خدمته معكم، اللي قلت لكم عليه انكم تعوزوا منه التركيز. كل دوره صدر عندها المقابل ديال التركيز. هذاك التركيز اللي غنخدموا به القياس ديالنا العادي غنزيدوا عليه ما بين 3 و 4 سنتيم بالنسبه للمخزني. 3 اذا كانت الطاي صغيره شويه، 4 اذا كانت الطاي شويه وافي. اذا انا عندي هنايا التركيز، اذا كنت غنخدم التركيز ديال جلابه عاديه عندي هنا 29 غنخدم 23 اولا ب 24. اذا انا هنايا غنحسب انني غنخدم 23 وغنزيدها 3 سنتيم، هي غتولي عندي 26. الصدر ديالي عندي هنايا 29. انا بالنسبه لي كنخدم 32 في الكتف. اليوم غنهبطوا نيشان، قلنا غنخدموا المخزني السامبل، يعني غنخدم نيشان. طول لكم عندي هنا 56 البنات. باش نخرج لكم العادي ديالي اللي غنخدم به المخزني شنو غنعمل؟ غنقص 21، غنحيدها من 32 غتبقى لي 11. هذيك 11 غنحيدها من 56. 11 الا حيدتها من 56 غتعطيني 11 من 56 46 45 تعطيني 45. غنخدم 45 وسنتيم بالخياطه 46. فهم لكم عندي هنا 18. غنكتفي بهذيك 18 غنخليه هو والطول كيبقى هو. كنتمنى يكون واضح البنات، كنتمنى يكونوا الارقام باينين. وبسم الله على بركه الله غنبداو نطبقوا في الثوب ديالنا ان شاء الله. القياس اللي غنخدموا به اليوم هو هذا، ونبداو نطبقوا. غنحتاجوا كامل عاده، غنحتاجوا السنتيم، غنحتاجوا مسطره او مثلث، او لا تقدروا تكتفيوا غير بالسنتيم كما عودتكم دائما. طباشير او لا لاكخي ولا اللي حاضر. انا شخصيا كيعجبني نخدم الطباشير. ونبدا بسم الله توكلنا على الله. ناخذ الثوب ديالي هو الاول، غنطويه البنات على 4، وضروري قبل ما نطويه على 4 نقلب له على الوجه من القفه. يعني نخدم على القفه ديال الثوب، ما نخدمش على وجه. علاش البنات كنخدموا على القفه ديال الثوب؟ باش هذاك الطراساج ما كيبقالناش، ما يخسرناش البياسه ديالنا. يعني الطراساج يبقى لنا في القفه ديال الثوب. هذا هو السبب علاش كنخدموا على القفه ديال الثوب. الثوب اليوم اي ثوب البنات، سواء مليفه ولا كريب ولا اي ثوب، من الاحسن دوزوه في المصبانه يتبخر عاد خدموا به. لان الثوابات هاد اللي كاينين دابا الاغلبيه ديالهم اما كيشرب
اما كيتفل اما كيوسع. حنا باش نتفاداو هذا المشكل ندوزو الثوب ديالنا نبخروه في المصبانه ونتفاداو هذا المشكل. غنحتاج البنات المخزاني، ما نحتاجش نخدم بالدخله في الخارجه، غنحتاج الثوب ديالي يكون مطوي على 4. نحاول نشوف، نحاول نقرب ونخدم معكم الجهه اللي غتكون باينه بزاف. قبل وانا كنقاد الثوب البنات فايت لي هضرت لكم على واحد السنتيم ديال الخياطه كنخليوه في الربوعه. هذاك السنتيم ديال الخياطه دائما خصنا نحافظوا عليه، سواء كانت عندنا الداخله في الخارجه سواء كان عندنا الثوب على 4. دابا انا اليوم غنخدم الثوب على 4 ولكن غنحافظ على هذاك السنتيم ديالي. ها هو السنتيم البنات، نتمنى يكون باين السنتيم من غير هاد الحاشيه. هذه الحاشيه غنحيدها بالسورجي، الحاشيه ديال الثوب من الاحسن تفاداوها البنات، من الاحسن نحيدوها لان كتكمش لنا شويه الخياطه، وكنحتفظوا بها في حاله ما كان عندنا القياس ديال السيده شويه كبير ما يخرجناش الثوب. في هذيك الحاله فقط كنحتفظوا بهذيك الحاشيه كنخدموا بها. اما في الحالات كاملين كنحيدوها. نتاكدوا البنات ان الثوب ديالنا مطوي بطريقه صحيحه ونقاد. السنتيم ديالنا ها هو، هانتوما البنات هاد الحاشيه هادي غتحيد والسنتيم غيبقى لي هنا. وقيلا ما كيبانش مزيان. كنتمنى يكون التصوير واضح. اول حاجه البنات غناخذ الطول ديالي، طويت الثوب على 4، قادت الطول قادته، غنعبر الطول اللي غنخدم به. دائما نتاكدوا من الثوب يكون مزيان، يكون طويل مزيان، ما يكونش تكماش. بسم الله على بركه الله ونبداو. اول حاجه غناخذ الطول اللي هو عندي في القياس 144 144 ونبدا نطبق في القياس ديالي اللي عندي. دائما البنات كنحاول نخدم انا من الثوب من الجهه بالنص، ما عمرني كنخدم من الطرف، وغنوريكم علاش كنخدم من هذه الجهه هذه، وغنعطيكم درس ان شاء الله يا ربي في هذه المعلومه، لان المعلومات هي مهمه. اول حاجه غنحط الكتف، النقطه ديال الطول هي هذه، غنحط الكتف عندي 32، ها هي النقطه ديال الكتف 32. قبل ما نهز السنتيم ديالي البنات غنرجع نحط القياس العادي ديالي اللي هو 21 ونرجع نحط 8. علاش كنحط هاد الارقام هادو؟ باش كنهرس الكتف ديالي بواحد الطريقه صحيحه، وهي اللي هي تقريبا قاعده وسهله. الحفره ديال العنق ديالي ديال 8 سنتيم هي هذه، النقطه ديال 21 غنهود منها ب3 سنتيم، ومن هاد النقطه هذه من 8 ندوز فوق النقطه ديال 3 سنتيم ونعمل خط حتى نوصل النقطه ديال 32 اللي هي هذه. هنا البنات انا هرست الكتف ديالي بقاعده اللي هي بسيطه وسهله، وغتعطيني كل قياس غتعطيني يعني غتولمو كل قياس غتولمو التهريسه ديالو. من بعد البنات غندوز من هذه النقطه هذه وغنحط 26 اللي قلنا هي ديال التركيز. نرجع عاوتاني نحط عليها الصدر اللي هو 32، هي كتبقى لي نفس النقطه غير باش كنتاكدوا. وغنخدم في الجلايل البنات، غنخدم الجلايل يعني ما غنقصش منه، غنخدم بالعرض ديال الجلايل كامل. وهنا شنو غنعمل البنات؟ ببساطه اسهل طريقه المخزاني هي هذه. نتمنى يكون واضح التصوير. وغنعمل خط، غنخرج لهاد النقطه هذه ونصيب حتى لهادي،
وهنا غندخل هذه شويه هنايا باش نبين بلي هذيك هي بلاصه الكوم، ونقطع. ابسط من هذا الشيء البنات ما كاينش. بسم الله. نتمنى يكون الصوت واضح البنات. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش تعملوا لي شي كومونتير زويون بحالكم. الا كاين شي سؤال مرحبا على راس والعين، وحنا يعني بكم ان شاء الله يعني غنواصلوا. ما تبخلوش البنات، ما تبخلوش بالتعليق، ما تبخلوش بالبارطاج. ساهموا في ان القناه تستمر، واللي عجبو الفيديو استفد منه دائما كنقول لكم الدعوه بالرحمه للوالدين. الظهر هو هذا البنات، غنحيدو وغنخدم في الربوعه غنطبق فيهم العنق، وغنطبق فيهم القواعد اللي خدمت معكم البنات في الدرس ديال تطبيق الربوعه الاماميه. غنجي لهنا وغنهبط ب 12 ديال السنتيم. قلنا الجلابه دائما كنهودو 12 وكنعملوا خط مستقيم، ما كنحمقوش راسنا، وغنهبط هنا بسنتيم على طول الكتف. غنحيد سنتيم. هنا المخزاني ما كنخدموش فيه، ما كنطبقوش فيه الدرس ديال 34. صافي كنكتفيو بهذا الشيء هذا اللي غنعملو دابا. هذه الحفره ديال العنق، هذه تهريسه ديال الكتف اللي هضرنا عليها في الفيديو الاخر. قلنا باللي هذه كتحيدنا هذيك الديفو اللي كنتي ماشيه وانت كتجر في الجلابه. وقبل ما نحيد، قبل ما نسالي البنات، غنجي نخدم هنا، غنهرس جلايل. هاد التهريسه ديال الجلايل ما هضرناش عليها البنات من قبل، ما هضرناش عليها في مره، لان كنا كنخدموا غير في الباترون وما كانش عندنا الطول الكافي. هنا البنات غنجي غنهرس 3 ديال السنتيم من الجهه ديال الجناب، الجهه اللي غتكون فيها الفتاحي، الجهه اللي غيكون فيها الفتاحي. وغنمشي بهاد 3 سنتيم، غنمشي نفوت النص وتخرج النقط فيما بغات. صافي عقلوا على هاد، نفوت النص تخرج فيما بغات، يعني نخرج هنايا حتى ولا ما وصلتش للطرف راه ماشي مشكل، المهم نفوت بها النص. ونقطع هاد الزياده هذه هرست فيها جلايل، هذه هرست بها الجلايل البنات باش ما كيبقاوش هذوك الودينات. كنقولوا حنا الودينات، الا ما هرستيش الجلايل كتبقى الجلابه بالودينات، انت ماشيه والودينات هابطين من الجناب، الجلابه من الجناب ديالها كتولي طوال من الجهه ديال الامام او الوراء. نطبقوا الكميمات ديالنا البنات. دائما الثوب يفضل انه يكون على الطول ديالو، يعني كنلجؤوا للعرض ديال الثوب. في حاله ما كفاناش الثوب عاد كنرجعوا نطبقوا الثوب في العرض، ولكن مادام كاين الثوب كافي فالطول هو الاول. نسبقوا الحطه ديالنا بالطول. البنات اللي كيقول لك بزاف البنات كيتشكاو من الحطه ديالكم، كيقول لك ما كتخليلهمش القاب، كيخرج لهم القاب مفتوح من الحطه. البنات راكم غير من الحطه ديال الثوب، عقلوا على الحاشيه ديال الثوب هي اللي تشدوها وتخدموا بها. شوفوا ها انتم الحاشيه ديال الثوب، الجهه المطويه انا خليتها هنا. نحاول نخدم عاوتاني نخدم من هاد الجهه اللي هي ماشي مقاده. ها الحد ديال الثوب اللي عندي مقطع هنا غنخدم، هنا غنخرج الخدمه ديالي. والطرف هذا نحاول نخليه هكذاك مزيان، هذيك الحاشيه مقاده نخليها نخدم بها القب. الريقلكم ديالي مزيان نقادو. نتمنى البنات يكون الفيديو واضح، نتمنى يكون التصوير حتى هو واضح. اللي وصلت حتى لهنا ما تنساناش بلايك والتعليق، واللي ما مشتركاش تشترك معنا. ونعاودوا نبداو في التطبيق ديالكم ديالنا. قلنا الحد ديال الثوب اللي مقاد هو هنايا. نحط العرض ديال الكم كما حطيت في التركيز. انا خدمت التركيز ب 26، ها هو 26 ديالي البنات، ها هي. وغنخدم الطول اللي هو عندي 46، فم الكم اللي هو 18،
وغنصيب فمكم بالنقطه ديال التركيز. اذا لاحظتوا البنات في الفصاله العاديه راه حنا هنا هرسنا لكم قلنا بالنص ديال التركيز وخدمنا طويل طاولوه القصر نقصروه. دابا لا، دابا هنا في المخزنيه نطبقوا قاعده واحده اخرى. هذه هي اللي فتحت لكم. شنو غنعمل دابا؟ غنقطع وعاد نرجع نخدم معكم. كنحاول البنات نزرب باش ما يجيش الفيديو طويل، وفي نفس الوقت كنحاول انني نتفكر التفاصيل كاملين نقدر لكم عليهم. هذا هو الطول اللي غنحتاج. هنا البنات انا ممكن دابا نهرس لكم ديالي بحكم التجربه، نهرس لكم غير عيني ميزاني، ولكن انا نخدم معكم قاعده، نطبق معكم كيفاش تهرس لكم الطريقه الصحيحه. شوفوا البنات، نتمنى البنات اللي وصلت حتى لهنا ما تنساناش بلايك وتعليق، واللي مازال ما اشتركت تشترك معنا، واللي عجبها الفيديو استفدت منه تدعينا بالرحمه الوالدين، والله يسر الامور للجميع ان شاء الله يا ربي، الله يوفق الجميع. شوفوا البنات، هنا غنحط راس الكم، ها هو راس الكم مع راس التركيز، راس الكم مع راس التركيز، وغنحاول ندخل فوق الثوب هكذا. شوفوا هكذا حتى يولي عندي هنا خط مستقيم البنات. شفتوا يولي عندي هنا خط مستقيم، يولي هذا الخط هذا مطلوق. هنا غنجي وغنعمل علامه ونبلاصي حتى غنخرج راس الكم. هنا هذا هو الجزء اللي غنهرس البنات، اللي غنحيد باش نهرس الكم ديالي. هذا هو الكم ديال المخزاني، ساهل مبسط. نتمنى البنات يكون الشرح واضح. نرجعوا البنات نطبقوا القضيب ديالنا اللي هضرنا عليه، اللي عملنا له درس بوحدو، وان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا منه. اي طالبه البنات انا راه الاشاره اللي بغات شي حاجه نخدم معاها مرحبا على راس والعين، ما عليها الا تكتبها لي في كومونتير وانا راه الاشاره. نخدموا البنات القضيب ديالنا، قلنا كنحتاجوا له الطول والعرض. الطول هو اللي كنخدموه في العرض ديال الثوب، غنخدموا ب 46، غنطبقوا القب كما خدمناه في الدرس اللي فات. غنخدموا 46 وغنرجع ندخل في وسط 46، نرجع هكذا ب 14 ونرجع نخدم، نعمل 14 الباندا. ها هي 14 الباندا. نقلب السنتيم ديالي، العرض الباندا غنعمل 5، هي هذه 5، هذه هي الباندا البنات، هي هذه. نرجع نحدد البلاصه فين غيركب لي العنق ديال الجلابه من هذيك 14 اللي دخلت بها نداخل، ونهود ب 22. قلنا هاد النقطه هذه كتموت بمجرد انني ما كنعمل النقطه هذه، ونمشي للطول العرض ديال القب اللي هو 30، ونصل النقطه البنات بكل بساطه. اللي بغات تعرف القب بالتدقيق ترجعوا للدرس، وان شاء الله يا ربي تستافدوا. هنا قلنا الجهه القصيره كندخلوا فيها والجهه الطويله كنزيدوا فيها، وهذا هو القب ديالنا. كنرجع نقسم القب على جوج وندخل بجوج سنتيم، وهذا هو القب البنات بكل بساطه. ما بغيتش ندخل في التفاصيل بزاف لان بغيت لي خدمه القب في الدرس وشرحه يعني بادق التفاصيل. اللي ما عرفتش ترجع غير للدرس، وان شاء الله يا ربي غتفهم وغتستافد. ما تنساوش البنات، ما تنساوش تشاركوا القناه، ما تنساوش ان هادشي هذا كنستافدوا منه كاملين. اي واحد محتاجو نشاركوا معاه، وبالتوفيق للجميع البنات. كان هذا هو الدرس ديالنا اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا ودمتم بخير، والى اللقاء الى الدرس المقبل ان شاء الله.